ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله جدا جدا. شايفين الباميه الجميله دي؟ هنعملها مع بعض النهارده. يلا بقى بنسمي بسم الله وندخل على الوصفه بتاعتنا. جبت حله وحطيتها على النار وحطيت فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنه. عايزه تخليها كلها سمنه ماشي، عايزه تخليها كلها زيت حسب راحتك انتي. حطيت بصله مفرومه. على فكره انا كنت مفرزنه البصل، ده بيبقى سهل جدا معاكي تطلعي على طول لو انت مفرزنه الطماطم. وانا عملت لك فيديو لتخزين الصلصه، وان شاء الله ده البصل سهل جدا. هوريك ان شاء الله، هعمله لكم برده. خسبته على النار كده لحد ما فكت معايا وابتدت يعني تتشوح شويه او تصفر شويه. هبتدي احط 3 فصوص ثوم زي ما انت شايفه كده. طبعا اكيد لو عندك انت مفرزناه هتطلعي منه على طول، مفيش مشكله خالص. هبتدي نقلب مع بعض، ولما ابتدي اشم ريحه الثوم بتاعتنا زي ما انت شايفه كده بنقلبها او بنحورها زي ما بلغه الطباخين يعني. هبتدي بقى ان شاء الله كده. انا بحب احط اللحمه بتاعتي مقطعاها مكعبات، ده نص كيلو. ببتدي احطها مع البصله تتشوح معاها، بتدي طعم جميل جدا جدا وبتوديك الطبخه اي طبخه في مكان تاني خالص. ببتدي ان انا اشوحها شويه، ودي برضو والله على طريقه ماما، ربنا يديها الصحه ويخليها يا رب. هحط مكعب مرق، ونبتدي بقى نتبل. معلقتين ملح، معلقه صغيره فلفل، ربع معلقه صغيره شطه ناشفه، معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره كزبره. انا ما في ناس بتحب تعمل للباميه في الاخر كده اللي هي طشه الثوم زي الملوخيه. لا، دي حاجه ترجع لك انت وعلى حسب ما انت متعوده. بس احنا متعودين ان هو كده بنحط الثوم في الاول. ما بحبهاش اللي هي بنطشها لك كده زي الملوخيه. برضو على حسب راحتك انت، على حسب تعودك انت برضو. وفي كل زي ما بيقولوا كل بيت وليه مدار يعني في طبخه. حطيت كوبايتين عصير طماطم ومعلقتين صلصه، وببتدي اسيب اللحمه تتسبك مع الصلصه بتاعتنا ومع التوابل بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تستوي. قبل ما تستوي بربع ساعه او ب10 دقايق بكون مقمعه الباميه بتاعتنا الخضره الجميله دي، وانا هوريك بنقمعها ازاي. عامه هو لازم بس كشكل ان احنا بنقمعها كده، انما هي كده كده بتتهرس معانا. طبعا احنا عارفين كده كويس، بس هو لازم احنا اتعودنا ان احنا نقمعها ونعمل لها كده الشكل بتاعها البومبي من فوق ده ضروري يعني. بنعملها من فوق ما تشقهاش خالص، لان هي كده كده بتتهري الباميه معاكي وبتبتدي تنزل حتى الماده المخاطيه بتاعتها. ولا ليمون بيمنعها ولا اي حاجه خالص. على فكره اللي قاعد جنبي ده حفيدي. ابتدت اللحمه معانا تستوي بعد ما سبكت اللحمه، خدت الطعم الجميل من التوابل والتسبيكه. هبتدي اضيف الباميه بتاعتنا زي ما انتوا شايفه، وببتدي اقلبها. تاخدش ربع ساعه وبتستوي، بس بتكون اللحمه اتسبكت. بحط قرن شطه متقطع، لو انت حباها حاره مش عايزاها بلاش، حطي فلفل من تاني، بس لازم تحط لها اي نوع فلفل. ده اديها عصره ليمون معانا، ده بيحافظ على قوامها شويه. طبعا شايفين جمالها ولونها. ببتدي ازودها حبه ميه شويه وبسيبها تتسبك الباميه مع اللحمه بتاعتنا لحد ما تاخد من بعضها وبتبقى بالشكل الجميل ده. وانا قدمت معاها الرز الابيض ده والمخلي اللي بالباذنجان اللي انا عاملاه لكم قبل كده. ويا رب النهارده تعجبكم، وسلام.